بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل كبسه باللحمه. دي 2 كيلو لحمه رقبه، هي بتبقى احسن في الكبسه، وكيلو رز بسمتي، ودي بهارات خشنه بنشتريها من عند العطار بتاعه الكبسه، ودي بهارات ناعمه. بهارات الناعمه عشان دول 2 كيلو لحمه احنا حاطين 2 معلقتين بهارات ناعمه، ودي شويه من الحبهان مطحون، دي معلقه كركم، ونص معلقة فلفل، طبعا اللي يحب يزود يزود، ومعلقتين ملح، وعود قرفة خشن، وده اسمه خلونجان. الخلونجان ده أساس الكبسة السعودية، ده أهم حاجة، وبصلتين، بصلتين متقطعين، وقرن شطة ده للي يحب، وكوباية طماطم معصورة خشنة. فدلوقتي الملح أنا حطاه على قد اللحمة والرز وبندوق، وبعدين اللي بيحب يزود يزود. دلوقتي هنحمر اللحمه ونوريكم هنعمل فيها ايه. انا حطيت السمنه على النار سخنتها، دلوقتي هحط اللحمه. هنحمر اللحمه على الجنبين، نحمرها حلو. انا كنت الاول بحط كله مع بعض، بس لقيت الاحسن احمر اللحمه الاول وبعدين اطلعها وبعدين احط البصل. انا هحمر اللحمه كلها واقلبها على الناحيتين وبعدين هنشوف هنعمل ايه. بصل مع قرن فلفل، اللي يحب فلفل حراق. هنحط البهارات الناعمه اللي احنا قلنا عليها، والخشنه زي ما قلنا هنحطها في شاشه عشان ما تتفرطش في الرز كده. هنقلب. دلوقتي هوقف عشان ما نطولش عليكم لغايه ما نشوح البصل. خلاص كده احنا حمرنا البصل. هنحط الطماطم، وبعدين هنقلبها ونرجع. انا الطماطم يعني فرمها تخينه عشان ما تاخدش وقت قبل ما تتسبك. وبعدين هرجع اللحمه. كده خلاص الطماطم اتسبكت مع اللحمه والبصل. هحط لها ميه سخنه وهنسيبها تستوي 3/4 سوا. بعدين نحط الرز. الرز طبعا متنقي ومغسول ومنقوع. احنا كده دلوقتي حطينا اللحمه وحطينا عليها الميه السخنه، وبعدين زي ما قلت لكم البهارات الخشنه احنا حاطينها دلوقتي في شاشه، وربطتها كويس عشان ما تفرطش في الاكل، عشان ما حدش يتضايق من الحاجات دي في الرز. هنحطها دلوقتي في الشوربه تدي برده ريحه مع البهارات الناعمه، وهنسيب اللحمه تستوي نص سوا و3/4 سوا. طبعا الوقت على حسب اللحمه، في لحمه بتستوي بسرعه ولحمه بتاخد وقت. اللحمه اللي تحس ان هي بتاخد وقت كبير في السوا ممكن تحط لها معلقه سكر في السوا، او بذرتين بلح او تمر، يعني بيساعد على السوا بسرعه. كده خلاص اللحمه دخلت في السوا 3/4 سوا. هحط لها الرز. احنا ده الكيلو الرز 5 مجات، وكل مج في البسمتي بنحط له مج ونص ميه. فدلوقتي انا حطيت 7 مجات ونص ميه. لو حسيت ان محتاج تاني هنحط له، بس هو كده يعني، والرز متغطي وكده الميه مظبوطه ان شاء الله. هنوطي عليه بقى، هنغطي عليه ونسيبه يستوي. دي خلاص الكبسه استوت وغرفناها. ودي زي ما قلت دي لحمه رقب خروف، والخروف بيبقى برقي او نجدي، ده احلى حاجه اللي ما بيحبش الضاني، بس بتبقى حلوه قوي البرقي كمان. وبعدين ممكن اللي عايز يعمل بلحمه عاديه، عايز بفراخ، دي بتبقى حسب الرغبه يعني، بس هي الضاني البرقي او النجدي بتبقى حلوه قوي مع الكبسه. ومعاها طبعا سلطه الدقوس، والدقوس ده ان شاء الله هنزلك اللينك بتاعها، وبالهنا والشفا.